حرارة حارقة تبلغ 55 درجة، ركام رمال كأنها تمتد إلى ما لا نهاية، عواصف رملية تأتي على كل شيء يظهر أمامها، حتى أنها لا تترك مجالا للتنفس. هذا الجو الحارق للصحراء يعني الموت المحقق للإنسان إن لم يأخذ احتياطاته. وسائل النقل التي صنعها الإنسان المصممة خصوصا لهذه الشروط بالكاد يمكنها أن تتحمل ظروف الصحراء هذه. الواسطة المطلوب عملها في الصحراء يجب أن تتحمل حرارة الصحراء الحارقة وألا تتأثر بالعواصف الرملية، وعليها أن تقطع مسافة طويلة بوقود قليل واستهلاك أقل قدر من الماء. أما أفضل آلة تتحمل شروط الصحراء الصعبة هذه فليست واسطة من صنع البشر، بل هي كائن حي. الجمل الذي يعيش في الصحراء كائن خدم الإنسان عبر التاريخ حتى صار رمزا من رموز الصحراء. حرارة الصحراء الحارقة مميتة لباقي الحيوانات، لا يستطيع العيش في الصحراء أي حيوان سوى بعض الزواحف والحشرات وعدد من الكائنات الصغيرة. والجمل هو الوحيد من بين الحيوانات الكبيرة يمكنه العيش في الصحراء، ذلك لأن الله تعالى خلق هذا الكائن خصوصا ليعيش في الصحراء لخدمة الإنسان. ينبهنا الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الغاشية إلى خلق الجمل فيقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. عندما نتأمل في كيفية خلق الجمل نرى أن كل تفصيل في هذا الكائن له معجزة خلقية على حدة. فأهم حاجة في حرارة الصحراء الحارقة شرب الماء، إلا أن إيجاد الماء في الصحراء صعب جدا، كما أن إيجاد الطعام بين الرمال الفسيحة أمر يبدو كالمستحيل. إذن يلزم على الحيوان الذي يضطر إلى العيش في الصحراء أن يتصف بتحمل كبير للجوع والعطش، وكذلك خلق الجمل مع قدرة على تحمل الجوع والعطش إلى أقصى حد. يتحمل الجمل العيش 8 أيام بدون طعام ولا شراب في حرارة 50 درجة. الجمل الذي يتحمل العيش أياما دون ماء إذا وجد نبعا للماء سارع إلى ادخاره. تشرب الجمال خلال 10 دقائق ماء يعادل ثلث وزنها، حتى أنها أحيانا تشرب في شربة واحدة 130 لترا تماما. ولتحمل الجوع خلق في جسم الجمل مخزن خاص لادخار القوت. هذا المخزن هو السنام الذي في ظهره، يدخر فيه من الدهن ما يقارب 40 كيلوغراما. وبفضل هذا المخزن يقطع الجمل المسافات أياما دون طعام. أكثر الطعام الموجود في الصحراء جاف وشائك، غير أن الأجهزة الهضمية في الجمل خلقت متناسبة مع هذه الظروف الصعبة. أسنان الجمل وشفتاه لها بنية تؤمن أكل الأشواك الحادة بسهولة، أما معدته فذات تصميم خاص
قوية لدرجة أنها تستطيع طحن كل نبات صحراوي. تهب رياح الصحراء فجأة، تتبعها غالبا عواصف رملية. حبيبات الرمل الحادة معمية وخانقة. ولاجتياز هذه الظروف الصعبة أيضا خلق الله في جسم الجمل أنظمة حماية خاصة. جفون العين لدى الجمل شفافة، تحمي هذه الجفون عينه من حبيبات الرمل ومن الغبار أيضا، ومع ذلك تؤمن له رؤية الضوء ولو كانت العين مغمضة. وأما رموشه الكثيفة والطويلة فقد خلقت بشكل تحجب عنه غبار الصحراء. في أنف الجمل أيضا ثمة تصميم خاص، فبإمكان الجمل إغلاق منخريه بأغطية خاصة لحظة بدء العواصف الرملية. من أكبر الأخطار التي تواجه وسائل النقل التي تسير في الصحراء انغرازها في الرمال، إلا أنه ليس على الجمل أي خطر كهذا، على الرغم من حمله مئات الكيلوغرامات، لأن أرجل الجمل أيضا خلقت لتناسب الصحراء، فأخفافه الضخمة تمنع انغرازه في الرمل وتسهل له الحركة على الرمال كالحذاء الثلجي. قوائم الجمل الطويلة تحمي جسمه بعيدا عن الحرارة الحارقة للأرض. وأما جسمه فمغطى بشعر كثيف وقاس. هذا الفرو يحميه من أشعة الشمس الحارقة ومن برودة الصحراء التي تبدأ بعد الغروب. في مواضع معينة من جسم الجمل طبقات جلدية ثخينة وحامية. هذه الطبقات الصلبة نسقت في مواضع تماس الجمل بالرمال الحارة عند الجلوس، وبفضل هذا لا يحترق جلده من الحرارة. هذه الطبقة الجلدية القاسية لم تتكون مع مرور الزمن، بل ولدت معه. يوضح هذا التصميم الخاص مرة أخرى الكمال في خلقة الجمل. لنمعن النظر في كل مزايا الجمل هذه، حيث الأنظمة الخاصة التي تؤمن تحمله للعطش، والسنام الذي يؤمن تحمله للجوع، وأخفافه المانعة من الانغراز في الرمال، وجفون عينيه الشفافة، ورموشه التي تحمي عينيه من الرمال. أنفه ذو التصميم الخاص تجاه العواصف الرملية، والشفاه والأسنان والفم الذي يساعد على أكل الشوك ونباتات الصحراء. أجهزة الهضم التي تساعد على هضم كل أنواع الطعام. هذه الطبقة القاسية في جلده التي تحميه من الرمال الحارقة. جلده الخاص المصمم لحمايته من الحرارة والبرودة معا، وجميع خصائصه الأخرى كذلك. لا تدعم بشكل من الأشكال منطق المصادفة العمياء لنظرية التطور، بل توضح حقيقة واضحة أن هذا الكائن قد خلقه الله تعالى ليعيش في الصحراء، وسخره للإنسان الذي يعيش هناك.